ابن حمزة المغربي، عالم رياضي اشتهر في القرن السادس عشر. ابن حمزة اتعلم القرآن والحديث، ولما وصل 20 سنة أبوه بعته إلى اسطنبول. في اسطنبول ابن حمزة درس الرياضيات في الدولة العثمانية كلها، وده كان من مزاياه انه كان بيتقن اللغتين العربية والتركية في منصبه لغاية ما أبوه توفى، فاستقال من عمله عشان يرعى أسرته، وراح في الجزائر وعمل شوية أعمال خاصة بالتجارة كانت بتاعت والده، ولكن باعها وباع البيت وانتقل هو وأمه إلى مكة المكرمة. فجاله مجموعة حجاج من الهنود وسألوه على مسألة صعبة جدا في الإرث، فرسم لهم جدول كده، والجدول ده بين ببساطة جدا ازاي يقدروا يحلوا هذه المشكلة. المسألة دي وطريقة حلها اتعرفت بعد كده باسم ابن حمزة وبالمسألة المكية. اللوغاريتم اخترعها عالم جزائري اسمه علي بن حمزة. هيا نشوفوا قصته مع بعض. هو علي بن والي بن حمزة من المغرب العربي، قد رحل في فترة ما من حياته إلى اسطنبول، ثم رجع إلى الجزائر في 1586، ثم رحل إلى مكة المكرمة عام 1591. أبدع في ابتكار حلول الاشتقاق والكسور والمتتاليات التي تعتبر من ابتكاره. وهنا نقرأ: أما اللوغاريتم فقد اخترعه ابن حمزة قبل 24 سنة، ونرجع لتسميته بالمغربي، فبما أن المصادر أكدت لنا أنه جزائري من الجزائر العاصمة بما لا يترك مجال للشك، وعرف في مكة بالمغربي، فهذا خير دليل على أن كلمة مغربي في الكتب القديمة إنما هي عكس مشرقي، وليست نسبة للمغرب الأقصى الذي لطالما شفنا مؤلفيه ينسبون في مؤلفاتهم إلى المغرب الأقصى كل من حمل لقب المغربي. فالمغرب هو جهة عكس المشرق. كي نشوفوا واحد به جزائري من العاصمة وأمه تركية كما علمنا ابن حمزة رحمة الله عليه،